بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض يا جماعة طواجن المكرونة بالصدق. تمام. زي الطواجن بالظبط اللي بنجيبها من عند بتوع الكشري باللحمة وبالفراخ، احنا هنعملها النهاردة بالصدق. معايا نص كيلو من الصدق، معايا بصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، ودي الصلصة اللي احنا عاملينها قبل رمضان، الطماطم اللي مصلصينها مع بعض. تمام. ومعايا فلفل، انا عندي فلفل الوان، ممكن فلفل اخضر بس كافي ينفع. ومكرونة حوالي كيلو الا ربع مكرونة تقريبا، او نص كيلو شوية. تمام. طبعا اول حاجة معانا المكرونة بنسلقها، انا عملت الوصفة دي قبل كده يا جماعة، بس كانت بمكرونة مش مسلوقة، مكرونة نية. المرة دي أنا بعملها مكرونة مسلوقة، يعني مسلوقة كده نقول ايه، تلات ارباع سلقة عشان هي بتكمل في الفرن. اول حاجة بقى بنجيبها مع بعض طاسة، ونحط فيها حوالي تلات اربع معالق زيت، وحوالي معلقتين سمنة او معلقة سمنة كبيرة. ماشي. وبننزل اول حاجه بالبصلايه متقطعه مكعبات، بصلايه كبيره متقطعه مكعبات. وطبعا الكميه على حسب ايه، على حسب ما انتي عدد افراد اسرتك بقى، يعني تعملي اكتر اقل. دي الكميه اللي انا عاملاها، وانتي بقى شوفي تعملي كميه قد ايه على حسب اللي انتي عايزاه. دبلنا البصلايه مع بعض كده، اديناها كده تشويحه، ونزلنا معاها ايه، تاني حاجه السجق على طول. هنشوحهم برضو مع بعض كده، نفس الخلطة دي اللي بنعملها عشان نعملها سندوتشات او نحطها على مكرونة مثلا. بعد كده بننزل بالفلفل، زي ما قلت لك، فلفل الوان ماشي او فلفل اخضر بس ماشي عادي. التوابل المعروفة اللي هي العادية جدا، ملح وفلفل اسود وكمون، وبهارات مشكلة اللي هي مثلا السبع بهارات. عشان قلت لكم قبل كده ما بحبش في وصفات السجق بالذات احط توابل زيادة، لان هو بيبقى متبل اصلا جاهز. والصلصة بقى بزود طبعا الصلصة بعد ما ايه قلبتهم مع بعض كويس، الفلفل مع البصل مع السجق، وتمام لقيتهم تمام. بتحطي بقى الصلصة حوالي 3 4 معالق صلصة كبار كده، عشان طبعا احنا عايزين مكرونة حمرا قوي. الخلطة تبقى حمرا قوي زي ما بتيجي كده بنشوفها، والمكرونة تبقى حمرا قوي. فانا بزود الصلصة، فانت بقى على حسب يعني زي ما انت عايزة. بس طبعا وانت مزودة الصلصة دي احلى بكتير، تبقى الخطوة دي حلوة جدا، إن الخلطة تبقى كلها ايه، على وش المكرونة كده كلها صلصة. المكرونة بتاعتنا هي معانا بتتسلق برضو. تمام. زودت لها شوية ملح تاني، طبعا انا خفيتها بمية عشان هي صلصة تقيلة. انا عاملة الصلصة اللي انا مصلصاها معاكم دي طبعا تقيلة، فانا خفيتها بشوية مية سخنين عشان انا عايزاها جوسي شوية كده، مش عايزاها تقيلة ويابسة كده الخلطة، عايزاها ايه فيها جوسي شوية كده عشان تخش الفرن. لسه هتدخل بقى الفرن براحتها، وهتجمد يعني هتنشف اكتر. طبعا معايا الطواجن بتاعتي، بحط في كل طاجن نقطتين زيت كده، وايه وبغلف الطاجن كويس قوي بالزيت، عشان لما احط الخلطه بتاعتي والمكرونه اعرف بعد كده اقلب الطاجن، يعني لو ما حطيتش الزيت طبعا المكرونه هتلزق. فلازم الخطوه دي. طواجن اي حاجه هتعملي فيها، عندك طواجن، عندك صينيه، عندك طواجن صغيره طواجن كبيره. بصوا دي طواجن رز بلبن، بس ده اكبر شويه، يعني دول 7 طواجن بتوع ايه اللي هم بتوع رز بلبن وام علي الجاهز. دول بقى طاجنين اكبر شويه، اللي هو انت بتعملي فيهم مثلا طاجن باميه بقطعه لحمه اللي هو على قد شخص. ودول صغيرين بقى اللي هم بتوع زي ما بقولك بتوع ام علي، اصغر. طبعا انا هعمل في صينيه كمان بايركس، لان دول مش هيكفوا، دول صغيرين جدا. يعني الطاجن ده صغير قوي اللي هو بتاع ام علي ده. فانا بوريكي بعمل في كذا حاجه يعني، وانت بقى الموجود عندك اعملي فيه عادي. طبعا اول حاجه بنحط الخلطه تحت في الطواجن كده من تحت، قعر الطواجن بتظبطي الخلطه بتاعتك كده من تحت، بحيث ان انت طبعا لما تحطي بقى بعد كده المكرونه وتقلبيه بعد ما يطلع من الفرن، هتبقى الخلطه ايه من على الوش. طبعا الخلطه يا جماعه مش عايزه اقول لكم جميله قد ايه بجد الخلطه دي، البصل مع الصدق مع الفلفل مع التوابل جامده قد ايه. اهو بصوا انا حطيت كله في الطواجن زي ما انتم شايفين، ومعايا بقى صينيه بايركس لان طبعا معايا فاية خلطه كتير. تمام. وايه غلفتها نفس الطريقه، حطيت لها برده شويه زيت زي ما انتم شايفين، وغلفتها كده بالزيت كلها بايه، بالفرشه كده، دهنت الزيت كله فيها بالفرشه، من تحت ومن الجوانب ومن كله، عشان المكرونه ما تلزقش، لان لو ما عملناش الخطوه دي طبعا المكرونه هتلزق. نزلت بقيه الخلطه بتاعتي بقى اللي معايا اهي،
في الصينية. تمام كده، ظبطت كله الطواجن وايه والصينية. عندي بقى خطوة تانية اللي هي بتاعت ايه الصلصة، اللي انا عايزة اخلي المكرونة تبقى ايه، المكرونة حمرا كده برضو مصلصة، متبقاش مكرونة بيضة، ما تبقاش الخلطة من فوق حلوة وكلها صلصة والمكرونة بيضة. ففي خطوة حطيت في نفس الطاسة اللي احنا عاملين فيها خلطة الصدوق اهي، حطيت فيها كام معلقة صلصة برضو، وخفيتهم بشوية مية برضو عشان انا عايزاهم يبقوا خفاف كده شوية، مش عايزاها تقيلة يابسة، انا عايزاها جوسي برضو شوية عشان ايه، اعرف اقلبها في المكرونة. تمام. وعندي طريقتين، طريقة منهم انك تحطي مكرونة بيضة زي كده في الطواجن كلها، وبعدين تاخدي الصلصة اللي انت عملتيها دي، انا حطيت لها حتى شوية توابل تاني عشان طبعا الصلصة معمولة من غير توابل، فحطيت للصلصة دي توابل اللي انا خففتها قدامكم دي وعملتها في الطاسة، حط لها شوية توابل برضه، شوية ملح وفلفل وكمون. دي كده طريقة انك تاخدي الصلصة، كمية الصلصة كلها، وتحطي المكرونة بيضة وتحطي بقى ترشي عليها كلها كده تغرقيها صلصة، دي طريقة. الطريقة التانية انك تحطي المكرونة كلها في الصلصة، يعني تعملي كمية الصلصة اللي هتعمليها عادي، بس تحطي المكرونة جواها وتقلبيها كويس، وبعد كده ايه، تعبي بقى الطواجن بتاعتك عادي وهي متقلبة كده، والمكرونة كلها ايه صلصة كده حمرا. هما شوية صلصة زي ما وريتك كده كام معلقة، وتخففيهم بسنة المية عشان انا مصلصاها و... وتحطي شوية التوابل طبعا عشان هي ما فيهاش حاجة، ما فيهاش توابل. دي كده الطريقة التانية اهي، انك تبصي المكرونة بقى كلها غرقانة بالصلصة مرة واحدة كده، طبعا دي اسهل، يعني اللي انت عايزاه اعمليه، بس دي اسهل. وفي الصينية برضو اهي تحطي الكمية مناسبة براحتك. طبعا لما بتكون المكرونة يا جماعة مش مسلوقة انا ما بحطش الكمية دي، انا بحط النص عشان بديها فرصة انها لسه تتسلق وتنفش. لكن هنا عشان انا المكرونة مسلوقة، فانا مالية الطاجن، بس برضو مش على اخره، لو تاخدوا بالكم اللي هو ايه، يعني سايبة براح كده من فوق سنة، مش ضغطاه جامد، لا سايباه براحته سنة. تمام. وتغطي بقى بالفويل اللي عندك، انا عندي دي اطباق برضو فويل بغطي بيها، عندي فويل بغطي بيه، عندي الاطباق دي بغطي بيها، المهم تغطيها كويس، وبدخلها في الفرن تحت على على الصاج 5 دقايق، وبعد كده برفع على الشبكه، وبقى طبعا ما فيش شوايه، ما بنشغلش الشوايه. بصوا البايركس طالع ايه ما شاء الله، طالعه بتغلي اهي قدامكم. طبعا ده كان في رمضان يا جماعه، الفيديو ده كنا عاملينه في رمضان الاكله دي، وانا ما كنتش لسه منتجتها لحد دلوقتي، فقلت منتج بقى الفيديو ونزله معاكم. طبعا ساعة الفطار انتوا عارفين بنبقى مستعجلين جدا، ده كان ساعة اذان المغرب بقى كده، وانا ايه قلت بسرعة اقلب طاجنين معاكم ونكمل بعد كده على الاكل، عشان خاطر مش عايزة اقلب كله طبعا عشان ما يبردش، فانا قلبت 2 معاكم. طبعا الحاجة وهي طالعة سخنة جدا انتوا عارفين اهي، يعني اديها دقيقتين تلاتة، اديها 5 دقايق وبعدين اقلبي احسن لي. طبعا احنا مستعجلين جدا عشان المغرب خلاص يعني يا دوب بيأذن واحنا بنغرف كده الطواجن دي، فتحسي ان الطاجن سايب من نفسه شوية. بصي قلبته بس سايب من بعضه سيكة كده، لكن طبعا لما تديله بس 5 دقايق بس كده وتقلبي بينزل مظبوط اكتر، زي المكرونة البشاميل بالظبط، لما بتعمليها وتقطعيها وهي سخنة مولعة بتلاقيها نازلة سايحة كده من بعضها القطعة، لكن لما تسيبها تبرد سيكة تقطعي خرط لو عايزها خرط يعني. اهو بص، أهو عشان خاطر بس كان ايه لسه خارج حالا من الفرن، يا دوب انا طلعت، حتى الباقي كان لسه في الفرن، كان في حاجات لسه في الفرن. هنا بقى لما جبنا الاكل وقاعدين وبدأنا بقى ايه طاجن طاجن براحتنا نفتح ونصور. بص الطاجن بيبقى نازل ايه براحته، يعني اللي هو اتساب بس ايه كام دقيقة كده، اللي هو ايه دقيقتين تلاتة كده، اللي هو ايه مسك نفسه اهو. وده تاني واحد اهو برضو، ده برضو احنا ايه قاعدين على الاكل بدأنا ايه نقلب بقى خلاص يعني اول باول عشان يبقى سخن. والصينية برضو هقلبها معاكم. عايزه اقول لكم يا جماعه اكله تحفه ما شاء الله، ما شاء الله جامده جدا، وسبحان الله ليها طعم تاني. ممكن تعملي المكرونه عادي وتعملي الخلطه دي وتحطي دي على دي، بس عايزه اقول لكم اللي في الفرن ده ما شاء الله بيبقى طعمه جامد بجد، ليه طعم تاني. بصوا الصينيه ما شاء الله جامده جدا، بصوا نازله زي القالب ازاي. وطبعا الحتت الفاضيه دي هتلاقوها اهي في الصينيه، اللي هي الحتت الصدق دي اهي، اهي طلعتها حطيتها كده مكان اللي وقع منها. يا رب تكون عجبتكم، جربوها، لو عجبكم اضغطوا لايك واشتركوا في القناة واستنونا في وصفة جديدة ان شاء الله. بوريها لكم برضو يا جماعة، بصوا من جوه من قلبها اوريها لكم كلها صلصة ازاي، يا رب تكون تعجبكم.
شكرًا.